خلال الأيام اللي فاتت حصل توترات كبيرة جدا بين مصر والمغرب، لدرجة إن في ناس وصفت التوترات دي بإنها حرب تجارية باردة بين الطرفين، وده لأن المغرب منعت دخول عشرات الحاويات المصرية للمملكة، والشركات المصرية كانت في حالة من الذعر من إن البضائع المصرية تتعرض للتلف. ومن ناحية تانية المغرب اتهمت مصر بإنها بتكدس البضائع المغربية في المواني بتاعتها بالشهور وبترفض تدخلها، وإن اللي المملكة عملته ده مجرد رد فعل طبيعي على اللي مصر عملته. وعشان تفهم خطورة المشكلة دي فحب أقول لك إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في 2024 ل 1.3 مليار دولار. يا ترى إيه السبب الحقيقي ورا الأزمة دي؟ وليه مصر منعت دخول البضائع المغربية للبلاد؟ وهل المشكلة اتحلت خلاص ولا دي مجرد بداية لحرب تجارية ضخمة بين البلدين؟ أسئلة كتير هنجاوبها النهاردة سوا. أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. في مقال خاص ليها نشرت صحيفة الشروق المصرية خبر كان أشبه بالقنبلة، وهو إن المغرب حظرت دخول البضائع المصرية لأسواقها في خطوة اعتبرها البعض بداية لحرب تجارية بين القاهرة والرباط. إحنا بنتكلم عن أكتر من 150 حاوية مصرية تم تعليق دخولهم للمغرب، وده يخلينا نروح لسؤال مهم: إيه اللي حصل لكل ده؟ وليه المغرب تعمل كده أصلا؟ بص يا سيدي، المغرب بيعاني من عجز تجاري كبير جدا مع مصر، واللي وصل في 2023 لحوالي 880 مليون دولار تقريبا، وده لأن في 2023 مصر صدرت للمغرب بضائع بحوالي 930 مليون دولار، بينما المغرب صدرت لمصر بضائع بحوالي 52 مليون دولار بس. وده ضايق المغرب جدا، لأن المبلغ ده أقل من صادرات مصر من الفواكه للمغرب في نفس السنة، واللي كانت وصلت قيمتها ل 51.4 مليون دولار، وده بحسب البيانات اللي نشرها مكتب الصرف المغربي. وده عشان تكون فاهم هو الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية بالنسبة للمغرب. هتقولي عجز تجاري من 2023 وأكيد كان موجود قبل كده، إيه اللي يخليهم ياخدوا الإجراءات دي ضد مصر أصلا؟ وخلي بالك ده مش بس اللي ضايقهم، وده لأن المغرب شايف إن مصر بتفرض قيود على استيراد السيارات المغربية، وده بحسب صحيفة الصحيفة المغربية هيزود العجز التجاري بين البلدين، لأن المغرب بتصدر سيارات لمصر بأكتر من 11 مليون دولار في السنة، يعني تقريبا خمس حجم الصادرات المغربية لمصر. وفوق كل ده خرج حسن السنتيسي رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين وقال إن المغرب بيواجه صعوبة شديدة في تصدير البضائع لمصر، وقال كمان إن مصر عطلت دخول 840 حاوية مغربية، والحاويات دي دلوقتي متكدسة في الموانئ المصرية، وإن في بضائع محتجزة في الجمارك بقالها 6 شهور تقريبا من غير أي سبب واضح، وده يعتبر انتهاك صارخ لاتفاقية أغادير. وده يخلينا نسأل كام سؤال مهم هنا: إيه حقيقة الادعاءات دي؟ وليه مصر أصلا تعمل كده؟ وإيه هي اتفاقية أغادير أصلا؟ بص خلينا نمشي واحدة واحدة. اتفاقية أغادير دي هي اتفاقية تجارة بين 4 دول عربية على البحر المتوسط، مصر والمغرب وتونس والأردن، والاتفاقية دي اتوقعت في سنة 2004 ولكنها دخلت حيز التنفيذ في سنة 2007. والهدف الأساسي من اتفاقية أغادير هو إن الدول الأربعة تسهل التجارة بينها وبين بعض، وكمان تزود الصادرات لأوروبا. طيب ده بيحصل إزاي؟ بص يا سيدي، اتفاقية أغادير بتقول إن أي منتجات معمولة محليا في الدول الأربعة مش هيتفرض عليها أي جمارك لما تنتقل بين الدول دي، يعني لو مصنع مثلا في مصر بيصدر منتجاته للمغرب مش هيدفع عليها أي رسوم جمركية. ده غير إن الاتفاقية دي بتنص على إلغاء أي عقبات أو قيود، يعني مفيش حد أقصى للمنتجات اللي ممكن تتصدر، ويكون كمان في تسهيلات بين الدول الأربعة من حيث الإجراءات الورقية المطلوبة للاستيراد والتصدير وهكذا. طب طالما كده ليه مصر تعطل البضائع المغربية أو تمنع استيراد السيارات المغربية من أصله؟ أولاً بالنسبة للقيود اللي اتفرضت على السيارات المغربية ما كانش مقصود بيها دولة المغرب إطلاقاً، هي كانت جزء من سياسة أقرتها الحكومة المصرية لتقليل استيراد 13 سلعة ترفيهية عشان تواجه أزمة الدولار، والسلع دي كانت زي العربيات والمجوهرات والموبايلات والكاكاو وسلع تانية كتير. وده بالظبط الكلام اللي قاله أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين في مصر، وبالتالي فالمغرب ما كانش هو المقصود من اللي حصل. تاني حاجة بالنسبة للبضائع المغربية اللي مصر بترفض تدخلها، فده بيكون بسبب إن البضائع دي أصلا غير مطابقة للمواصفات، وده بحسب كلام شريف البربري عضو شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، وده لأن في شركات في المغرب بتعتمد على تصدير منتجات مزيفة، يعني بتكون تقليد لماركة مشهورة وبالتالي بيمنع دخولها لمصر. وبالمناسبة ده إجراء مش بس مصر اللي بتعمله. سنة 2021 خرج تقرير للمفوضية الأوروبية بيقول
إن جمارك الاتحاد الأوروبي صادر بضائع مزيفة بقيمة 760 مليون يورو خلال سنة 2019، وكان من ضمن البضائع دي ساعات يدوية مزيفة جاية من المغرب. وبحسب اللي نشرته صحيفة هسبرس المغربية، فالبضائع المغربية المضروبة كانت حوالي 1.5% من إجمالي البضائع اللي اتصدرت في أوروبا. يعني من الآخر دي مشكلتك مش مشكلتي، ومش أول مرة تقع فيها. وبغض النظر عن مين اللي غلطان في القصة دي، مصر والمغرب لو دخلوا مع بعض حرب تجارية البلدين هيخسروا خسائر ضخمة جدا. خلي بالك إن بالرغم زي ما قلت لك من شوية إن مصر بتصدر للمغرب سنويا بضائع بحوالي 900 مليون دولار، إلا إن دي مش الاستفادة الوحيدة. المغرب سنويا بيستثمر في مصر حوالي 230 مليون دولار من خلال 295 شركة بتشتغل في قطاعات تجارية وصناعية في مصر. ومش بس مصر اللي هتخسر، المغرب كمان هيخسر خسائر كبيرة جدا، لأن غير البضائع اللي المغرب بتصدرها لمصر، مصر ليها استثمارات كبيرة جدا في المغرب. انت عندك في 2025 بس مصر أعلنت إنها هتستثمر حوالي 200 مليون دولار في 4 مشاريع صناعية جديدة هيتم إنشائهم في المغرب بحسب اللي نشرته بلومبرج الشرقي. ده غير إن كان في مخاوف كبيرة جدا من المغرب من انتقال الاستثمارات المصرية للسوق الجزائري، وخصوصا بعد ما خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال إن السوق الجزائري مفتوح قصاد الشركات المصرية. ووصل حجم الصادرات المصرية للسوق الجزائري في أول 8 شهور في 2024 ل 605 مليون دولار، وده بحسب البيانات اللي نشرها البنك المركزي للتعبئة والإحصاء. وعشان كده كان لازم الطرفين يقعدوا مع بعض على الترابيزة ويتفقوا، بدل ما يدخلوا في حرب تجارية محدش هيخرج منها كسبان. وفعلا يوم الخميس اللي فات في وفد مصري راح للرباط بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، واستقبلهم وفد مغربي بقيادة وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مازورة. وكبادرة صلح كده سمحت المغرب بدخول كل الشحنات المصرية المعطلة بحسب اللي نشرته صحيفة الشرق الأوسط. وركز الطرفين في بيان ليهم إن الأزمة بين البلدين مش سياسية وبيتم حاليا العمل على حلها. وبحسب مصدرين مصريين اطلعوا على المباحثات بين الطرفين، فالمغرب كان مركز على نقطتين مهمين جدا بالنسبة له، وهو إن يكون في طريقة لتحقيق توازن تجاري بين البلدين، لأن العجز في الميزان التجاري وصل ل 880 مليون دولار بعد ما كان 280 مليون دولار بس في 2008. النقطة الثانية هي ضرورة حل مشكلة السيارات المغربية اللي اتحط عليها قيود في مصر واللي تعتبر أهم سلعة بتصدرها. وانتهى اللقاء بإن في وفد مغربي هيزور مصر خلال الأيام الجاية عشان تستكمل المباحثات ويقدر الطرفين إنهم يلاقوا حل للأزمة دي اللي حصلت بينهم خلال الأسابيع اللي فاتت. وخلال الساعات اللي فاتت خرجت تسريبات لبعض الخطوات الجدية اللي الطرفين اتفقوا عليها خلال الاجتماع، زي مثلا إنه هيتم إنشاء خط اتصال مباشر بين المسؤولين في البلدين لمتابعة أي مشاكل في التجارة وحلها بسرعة، بدل ما كل دولة تاخد قرارات متهورة والبلد التانية تتفاجئ بيها وتضطر تاخد إجراء مضاد والكلام ده كله يحصل. تاني حاجة، تم الاتفاق بشكل ضمني كده على زيادة الصادرات المغربية لمصر، وخصوصا في قطاع السيارات والمنتجات المصنوعة محليا في المغرب، زي ما اتفاقية أغادير بتنص بالظبط. كمان هيتم تنظيم منتدى اقتصادي في القاهرة بعد شهر رمضان عشان يجمع رجال الأعمال بين البلدين ويسهل الشراكات التجارية والاستثمارية، والبلدين يقدروا يخرجوا بأكبر استفادة ممكنة. فهل هيقدر الطرفين من تجاوز الأزمة دي للنهاية ويخرجوا منها بسلام، ولا هيعدي يومين ونرجع تاني للمشاكل التجارية بينهم واللي كانت هتكبد الطرفين خسائر كبيرة جدا؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش اللايك، كالعادة شير الرابط.